السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده فيديو جديد. حته وصفه فراخ بقى يا جماعه رهيبه. هنتبلها تتبيله حلوه جدا جدا مختلفه، وهتبقى لذيذه جدا ومش هتحتاج تتنقع وقت طويل في التلاجة. هنعمل كمان معاها الخضار، هيبقى 2 في 1. هقول لكم بقى على طريقه تسويه هتخلي الفراخ تطلع معاكم تحفه، زبده مستويه جدا جدا وطعمها رهيب وشاربه التتبيله بكل التركات والحركات ان شاء الله باذن الله مع بعض. اول حاجه ندخل في مكونات التتبيله. معايا نص كوبايه من الحليب وبصله كبيره. عندي هنا روزماري وورق لورا. ممكن استغنى عن الروزماري لو مش موجود، بس الصراحه يا جماعه بيدي نكهه رهيبه. ده شكله زي ما انتم شايفين في الفيديو. وعندي كمان ربع كوبايه من الخل، ومعلقه كبيره من الصلصه، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. وعندي بقى التوابل بتاعتي. عندي 7 بهارات او توابل فراخ، وكاري، وكركم، وعندي هنا كمان بابريكا، ملح، زعتر، كزبرة، وفلفل اسود. معلقة صغيرة من كل حاجة، والملح طبعا هنحط معلقة كبيرة. اول حاجة هجيب البصلة بتاعتي. انا مش عايزة البصل، انا عايزة مية البصل. اقول لكم بقى نجيب مية البصل ازاي. هجيب البصلة بتاعتي واحطها في الكبة، واحط عليها معلقة صغيرة من الملح، وهفرمها ناعم جدا. الملح ده هيساعد ان البصل ينزل كل المية اللي فيه بسهولة جدا. طب لو انا مش عندي كبة مفيش اي مشكلة، همسك البصلة وابشرها على مبشرة ناعمة جدا، وبعدين احطها في طبق واحط عليها معلقة صغيرة من الملح، واسيبها تنزل المية بتاعتها، وهتديني نفس النتيجة بالظبط. هجيب مصفى طبعا هنا وهصفي البصل بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين المية بتاعت البصل نزلت معايا بكل سهولة وكمية كبيرة. تمام، هصفي كويس جدا جدا. ده التفل بتاع البصل خلاص انا مش عايزاه، كميه صغيره اللي طلعت. وبعدين هجيب بقى الحليب بتاعي زي ما اتفقنا، نص كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الخل. هقلب الكلام ده كله حلو مع بعضه، وبعدين هنزل بقى بباقي المكونات. التوابل بتاعتي زي ما اتفقنا، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، واخيرا ورق اللورا والروزماري بتاعي. وهقلب طبعا كل المكونات دي حلو جدا مع بعض. وهحط كمان معلقتين كبار من الزيت النباتي. كده التتبيله بتاعت الفراخ بقت جاهزه معايا. هاخد منها حوالي 5 معالق احطهم على جنب. وهجيب الفرخه بتاعتي دي، فرخه كيلو 200 جرام. قطعتها كويس جدا، قطعتها من السلسله بتاعت الظهر بالمقص، وغسلتها حلو قوي قوي ناحيه الورك كده بتاع الفرخه، وناحيه سلسله الظهر بالميه حلو جدا، وشطفتها بليمون وخل ودقيق. وقطعت الحتت بتاعت الجوانح ديت وغسلتها ونشفتها. اهم حاجه لازم تبقى ناشفه كويس قوي، علشان التتبيله تدخل جوه الفرخه حلو وما تاخدش وقت طويل في النقع. لو الفرخه بعد ما غسلتها نشفتها حلو، ده هيساعد ان التتبيله تدخل جواها كويس وما يخففش التتبيله بتاعتي. زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه، ولا عملت خروم في الفرخه ولا شقتها بالسكينه ولا اي حاجه، ومع ذلك قعدت بالظبط ساعه في التلاجة وكان طعمها خطير. طبعا كل ما قعدت في التلاجة اكتر كل ما هيخلي التتبيله يبقى طعمها حلو في الفرخه اكتر. هغطي بقى الفرخه هنا بستريتش فيلم او احطها في كيس واقفله كويس جدا واحطها في التلاجة، لان التتبيله بتاعتي فيها توم وبصل، ولو في حاجه في التلاجة ممكن تاخد من ريحتها، ودي حاجه مش ظريفه، فلازم اغطيها كويس. هحضر بقى الخضار بتاعي اللي احطه تحت الفرخه. معايا بطاطس، ومعايا كمان فلفل وبصل، وهنا خضار مشكل وطماطم زي ما انتم شايفين كلهم مقطعهم كبير، علشان الفرخه هتاخد حوالي ساعه في الفرن، فمش عايزه الخضار بتاعي يتهري. هقلب بقى التتبيله الحلوه دي كلها. طبعا حطيت التتبيله بتاعتي عليهم، انا كنت شايلها قبل كده من تتبيله الفراخ، وقلبت كويس قوي قوي. واحط بقى الخضار كله تحت الفرخه. طبعا مفيش اسهل من كده، التتبيله واحده، تتبيله بيها الفراخ وتتبيله بيها الخضار. بعد ساعه طبعا طلعت الفرخه بتاعتي من التلاجة، احطها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى بالتتبيله بتاعتي على الخضار وعلى الفرخه. تتبيله شكلها رهيب، والفرخه بجد شكلها تحفه. وكل ما كترت الالوان في الطبق كل ما رفعت من القيمه الغذائيه بتاعه الطبق. طبعا الوان الخضار حلوه جدا. هسوي الفرخه بتاعتي كده واظبطها، وهبدا بقى الفرن يا جماعه سخن على درجه حراره. هغطي الاول بورق زبده عشان مش صحي ان الورق الفويل يتعرض يكون ملامس للاكل، وبعدين هغطي بورق فويل وهقفل الصينيه كويس جدا جدا. الفرن بتاعتي يا جماعه تكون سخنه على اعلى درجه حراره، والرف بتاع الفرن مش في اخر واحد، لا كمان في اللي قبله، يعني هكون رافعاه درجتين عن الصاج بتاع الفرن اللي تحت خالص. وهحط الفرخه بتاعتي الاول نص ساعه اكون مغطياها كويس جدا جدا،
والنار عاليه زي ما اتفقنا. وبعد ما عدى نص ساعه زي ما انتم شايفين الخضار نزل الميه بتاعته والفرخه بدات تدخل في السوا، هشيل بقى ورق الزبده وورق الفويل وهسيب الفرخه كمان نص ساعه تكمل سواها. انا هنا ما فتحتش الشوايه نهائي، الفرخه خدت اللون التحفه ده من حراره الفرن. وطبعا يا جماعه استوت جدا جدا والخضار بتاعي كمان استوى. يبقى زي ما اتفقنا الفرخه هتاخد ساعه بالظبط. اول نص ساعه انا مغطياها حلو جدا بالفويل وورق الزبده، وبتاني نص ساعة بشيل الفويل وورق الزبدة وبسيبها تستوي نص ساعة التانية ديت. الفراخ يستوي وتبدأ المية اللي حوالين الفراخ ديت تنشف شوية والفرخة نفسها تاخد وش من فوق زي ما انتم شايفين. طبعا يعني انا مش قادرة اقول لكم كانت قد ايه مستوية وزبدة وطلع. يعني انا حاولت هنا اشيل الدبوس العظمة طلعت في ايدي زي ما انتم شايفين. فطبعا كانت مستوية حلو قوي، اللحمة بتاعتها كان طعمها تحفة وكان شاربة التتبيلة حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. يعني يا جماعه رهيبه، شكلها حلو قوي وطعمها كمان كان لذيذ جدا جدا. اهو بصوا اتفرجوا معايا على الجمال، مش محتاجه ان انا اسحب الورك، هو بيطلع لوحده. شايفين تحفه بجد، كانت رائعه رائعه. انا متاكده ان انتوا لو جربتوا التتبيله دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. كمان الخضار بتاعي كان مستوي جدا جدا، البطاطس كانت مستويه من غير ما تتهري ولا اي حاجه. شايفين مستويه وكمان ماسكه نفسها ما اتهرتش معاه ولا اي حاجه. الخضار كله كان شارب من التتبيله وطعمه كان رهيب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. كانت معكم ساره عبد العاطي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.